بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وتكونوا بتشوفوا أو بتسمعوا الفيديو ده براحة بال وبتركيز، وتصوبوني لما أخطئ وتفهموني لما أغلط والحاجة اللي مش فاهمها. ولكن أنا هعرض اللي أنا فاهمه عن الحكاية اللي هي بتاعت مركز تكوين والجماعة اللي هم بينكروا السنة وبيطعنوا في الدين الإسلامي من الناحية التفكيرية والعقلية والقلبية أيضا فيما يذكروه. فهم طبعا كان إسلام بحيري وإبراهيم معروف طبعا لدى الكثيرين منه إسلام بحيري، اللي هو ده بيجيب آيات وشبهات الرد عليها من أصغر طالب في الأزهر أو ممن يتعلمون الدين الصحيح سهل جدا. ولكن طبعا الكلام والرغي والكثير عايز حد فاضي يعني، تمام؟ فأنت جاي بتتكلم في عقيدة ليه دي؟ يعني عايز تقول إنه الكلام ده غلط وما ينفعش وبتغلط حاجات اتفق عليها المسلمين واتفق على معناها، يبقى إذن كده أنت محدش عايز يقتلك ولا حاجة، ولا حد عايز يجي ناحيتك، ولا حد عايز ياخد ذنبك، بس أنت بتشكك في حاجات فعلا خاطئة، يعني تفكيرك خاطئ. فده إسلام بحيري طبعا. وأنا هتكلم باختصار. أنا بدأت أبحث عن مين هم الأشخاص وأشوف الكلام اللي عليهم وقالوا إيه بالظبط، وأبدأ أحلل الكلام في دماغي وأختصر لحضراتكم الطريق. فهذه الحلقة يعني لسه يعني حتى ما اخترت لها عنوان. الرد كان فيه بيقولوا إبراهيم عيسى واسلام بحيري، واحد اسمه أحمد سعيد ملحد أو أحمد زين كان يرمز لي في الجرايد المكتوبة دي بهذا الاسم، تمام؟ طبعا أنا فتحت له فيديو بعنوان لماذا أنا ملحد عند الدين الخرافي، ففتحت الفيديو عشان أشوف كلامه. يعني مين ده؟ أنا بصراحة ما أعرفوش، يعني ما عنديش وقت وحاجات كتيرة شغلاني بتاخد وقت مني، فما عنديش وقت إن أنا أشوف كل حاجة يعني، ولكن ده عشان موضوع هام فقلت أفتح هذا الفيديو. أنا توقعت مثلا هيعرض شبهات في الدين ويرد عليها هو بالكلام العقلاني اللي هو زي ما بيقول كده. اكتشفت إنه هو طول الحلقة بيشتم على ناس، تمام، وبيقولوا إنهم هم شتموا علي. طب ما أنت كده خالفت المنهج، أنت بتقول هاتولي دليل ومش هاتولي دليل، أنت بتشتم. بتقول ده هم انتقدوني في إن أنا ليه أجندة خارجية وإن أنا ممول. في نفس الوقت أنت بتقول الله يسهل لهم، ده هم ممولين. يا عم سيبك، اعتبر أنت ممول وهم ممولين، أو العكس، أنت مش ممول وهم مش ممولين، أو أنت ممول وهم مش ممولين، أو هم ممولين وأنت ممول. أنا عايز بقى الكلام اللي أنت هتعرضه واللي هم هيعرضوه. اعتبرني تايه، تمام يا سيدي؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الدين الحق. اعتبرني تايه. أنت بتقول بتدعو للدين الجميل وبعيد عن صورة الإله القتال القتلة اللي مش عارف إيه. مين قال لك يا حبيبي كده؟ مين قال لك يا أستاذنا كده؟ أنا فعلا مش بتهكم على كلامك، أنا بعتبر كلامك هو كله صح، وأنا بقول لك أنا راجل عايز أشوف بقى. كلمني بقى كأني أنا هفكر بيني وبين نفسي وحدي. أنت بتقول تعبد الروحانية زي الصين، وتعبد البقر زي مش عارف مين. يعني أنا أعبد واحدة بتنزل الغائط، ده إله مقدس؟ أنت شايف كده يعني؟ سيبك، أنا هو حر، اللي هيعمل كده هو حر، بس أنا دلوقتي أنا هختار. فأنا هقول لك المبادئ اللي أنا هختار عليها. أعبد بقرة، أعبد بشر، مش عايز أخش برضو في حكاية أعبد بشر وإنه كان يعني نفس الصفات، يعني في النهاية إلى الموت حد بيموت، مع احترامنا طبعا لكل واحد فيما يعتقده. اعتقد براحتك، لأن أنا بتكلم أنا دلوقتي هختاره.
انت بتقول ان الجماعه دول مش بيردوا علي بالعقل، والجماعه دول بيموتوني والكلام ده وعايزين يقتلوني وبيشتموا عليا، وانت اللي شغال تشتم عليهم. الحقيقه انا ما شفتش كلمه منك. انت بتقول بدل ما نعبد الاله اللي هو المعذب القاتل، انت شايف انت الاب ساعات بيعاقب ابنه، بيقفل عليه وبتجيب شبهات وبتقيس عليها خاطئه طبعا. تمام، لان العامي مش بيفهم الكلام المفصل، فانت بتنتقد انهم هم ما طب ما انت برضو اديني عقلك على رأي البرنامج المشهور. انا دلوقتي اختار بقى، اتفقنا ان ماليش دعوه بغيري، اللي شايف عقيدته صح على فوق راسي من فوق مش دعوه بحد. انا بتكلم عن نفسي انا، بين ما اقفل اوضتي كده اعتقد بايه، مش دعوه بحد. ولا ما دلوقتي فتن ما ينفعش انا اروح لحد اقول له كذا، انا عايز احافظ على امن بلد. ليه انت بتتكلم بقى في حكايه زي دي؟ ده انت شايف ده انه ممكن يحافظ على وحدة الصف وإن الناس تكون حلوة مع بعضها؟ يعني أجي أنا وجاري أبو بيشو زي ما أنت وصفت إنه الدين الخرافي هو الإسلامية والبتاع اللي هو ضد الملحدين، وبدل ما نشوف نشتغل ونشوف لنا معيشة ونقعد نحكي في لا يا عم، كل واحد يعتقد، وطالما في موت كل واحد حر. فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغاي. فأنا قريت عنوان حضرتك، عايزك تقول لي حاجات زي دي. عايزك تقول لي مثلا هم بيعبدوا البقرة مثلا اثبت لي انها منزهة عن الله، اثبت لي انه ربنا ينفع مثلا يتشاف، يعني لو اتشاف هيبقى عادي زيه زينا، نبقى اله ازاي؟ طيب يبقى ازاي هو يقدر يعمل الحاجة اللي احنا ما نعرفش نعملها؟ تيجي بعد كده تاخد بمبدأ هو ما استجابش. يا حبيبي الزمن عند ربنا ب50,000 سنة وب1000 سنة مع تفصيل القضية دي. ده انت لما بتروح تمضي ورقة من حد كبير بتأهب لذلك. بشر زيك بيخش الحمام وبيجي له الغائط وبينظف نفسه وبيموت وبيبقى عظم وبيموت وبيبقى عظم ولا يملك من نفسه شيئا، وبتاخد وقت. فانت ما عرضتش الفكر قصاد الفكر. انت بتقول تنوير وشغال تقول اجندات ومش اجندات، وهم قالوا علي وانا قلت عليهم. واضح انك انت بتتكلم عن جماعه انت بتكرههم، او جماعه مثلا نالوا منك حتى وان كان معك حق، من حقك برضو يعني تتضايق انه لو حد صادر عليك فكره او كده يعني. لكن اللي انت بتقوله ده ما شايفلهوش فايده خالص. يعني انت بتتكلم في انك، او هو يا جماعه بيتكلم في انه هو الناس دي ما بتتكلمش بالعقل. اما لما بيجوا يكلموك بالعقل انت ما فيش اي اثبات معاك. يعني انت عايز تقنعني ازاي ان انا ينفع اعبد بقره؟ البقره دي احنا ريحه البيبي بتاعها احنا بنستقذره. انت يعني انت مخك واعي؟ ماشي، لو انت بتتكلم على اساس ان انا احترم اللي بيعمل كده ماشي، ما فيش مشكله. لكن انت بتتكلم منه الحاجات دي، انه الحاجات اللي في العقيده الاسلاميه او في المسيحيه او في اليهوديه غلط. تمام، وانا طبعا عارفك مختار مين في دول، لكن انت بتتكلم كده عشان ما حدش يمسك عليك قضيه ازدراء اديان، لانك انت بتصف المسلمين من النهايه اكتر حد يعني. تمام، وبتقول خرافات ومش خرافات والكلام ده. لما بيردوا عليك بالعقل ما بتستوعبش، مش بتستوعب. وفي نفس الوقت انت ما عرضت. يعني انا اعتبرني راجل اول مره اسمع الموضوع واشوفه. لما سمعت الفيديو بتاع حضرتك ده ما لقيتش غير انك انت بتتكلم على جماعه انت شتمتهم هم شتموك، لا عرضت الكلام بتاعهم ولا عرضت الكلام بتاعك بالدليل. بس ده اللي انا النقطه اللي بتكلم فيها، بعيد عن الدوله تعمل له ايه ما تعملوش ايه. انت ترفع عليه كده كلام هرتله، ده مش عارف بيعملوا كده عشان يلهوا الناس، ده مش عارف عشان لا. دول يا جماعه فعلا مخهم كده، مالناش قصه، مالناش دعوه بيهم. واحنا كردود عليهم في طبعا راي بيقول لك ما تتكلمش عنه، واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تمام. انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي حد يفسر الاعراض ده، أنا مش متذكر طبعا التفسير، يا ريت أهل العلم يتفضلوا في هذه القضية لأنه بيحصل فيها خلاف، اللي هو نرد على الناس دي ولا نسكت. لا، في رأي الإعراض بمعنى أنك تسكت،
وفي الإعراض اللي هو بمعنى إنك أنت لا أعرض، يعني تضاده في الرأي وترد عليه، ما هو خلاص تعرف، فبالتالي لازم له رد. الكلام ده لو كان في البداية، لو أنا بيني وبين شخص وفجر قضية كده وعارفه مثلا لو انتشرت عن طريقي وانا رديت عليه واقول فلان قال، ويكون هو لسه ما قال على العامة، قال لنا بس ماشي، ما اذكرهاش، لكن ده هم خلاص طلع الموضوع. فإذا يجب الرد عليه، من حقي أنا كمان أدافع عن ما أعتقده يا أخي. بس لكن انت تروح تقول ما جايبش اي كلمه مفيده، انت بتتكلم انهم جماعه شتموك وجماعه شتمتهم وقالوا مش قالوا، سيبك من القصه دي، او ممولين او مش ممولين او الكلام ده، هات الكلام ورد عليه بس، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. معلش انا لو كنت تهت من حضراتكم في بعض الامور، ولكن المواضيع نفسها شديده، والمواضيع نفسها مش سهله، والمواضيع نفسها يجب الرد عليها. انا باخد بالراي اللي هو بتاعي، ما ينفعش اسكت، لازم ارد بالميديا على قد ما اقدر. يعني انا بسجل تسجيل صوتي اهو وحاط الصوره نظرا للوقت، ما عنديش وقت ان انا اعمل كده، ده اللي انا اقدر اعمله فاعمل كده. وربنا يجعل ده شافع ليا وليكم وللجميع وينصر دينه، ونخلي كل حاجة في صفاتنا 100%، سواء تواصلنا مع بعض مش مجموع الصفات الكويسة يبقى 100%، لا، لازم يبقى كل صفة فينا تبقى 100%، سواء نلم بعض السلفي والصوفي وكله تمام، أو امتثالنا للطاعة، ما يكونش مثلا نسب الصلاة والعبادات وبس، لا، الطاعة حتى بينك ما بين نفسك، الأعمال القلبية تنزع غل قلبك، هتعيش في الجنة بناء على المنهج القرآني وفقط، إنه لكتاب عزيز. تحياتي لكم. لو عجبك الفيديو يا ريت يعني، أو عندك بعض الإضافات أو التعليقات أو الأسئلة أو التصويب ليا، يا ريت أتعلم من حضرتك وتكتبوا لي في تعليق. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.